اللي يخلي امريكا تعمل للحيوان ده اباده جماعيه؟ دي كانت حرفيا هتنهي عليه خالص. ومش كده وبس، الغريب في الموضوع بقى ان امريكا نفسها كانت هي السبب اللي انقذته من الانقراض. يعني ازاي؟ يعني هي اللي عايزه تقضي عليه وهي اللي انقذته من الانقراض وعملت له محميه طبيعيه ومنعت اللي هي اي حد يصطاده. خليك معايا للنهايه عشان تعرف الحكايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من جوكر العلوم. أنا محمد سيد ودي حلقة جديدة ويلا بينا. حيوان البايثون أو الجاموس الأمريكي كان عدده حوالي 30 مليون فرد، وكانوا موجودين في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وده لحد ما الأوروبيين جم عشان يحتلوا الأمريكتين. ولحد هنا كانت الدنيا ماشية تمام، إنما أول ما جم الأوروبيين ارتكبوا في حق البايثون دول جريمة بشعة جدا، بتعتبر من أكبر الإبادة اللي حصلت في الحيوانات في تاريخ البشرية. البايثون هو نوع من الأبقار، والنوع ده ضخم جدا، والنوع ده كان منتشر في المزارع في الوقت ده من ألاسكا لحد خليج المكسيك. والنوع ده كان منتشر جدا بالذات في أمريكا الشمالية، وكان منتشر بغزارة جدا، وكان حجمه كبير ومن أكبر الأبقار اللي كانت موجودة في العالم كله. وهنا بقى نيجي للأمريكتين، وإن أمريكا كان بالنسبة لها حيوان البايثون ده حيوان مهم جدا. خلينا نقول ان البايثون ده كان بمثابه كنز بالنسبه لهم، كانوا بيستخدموه في كل حاجه. خد عندك لحمه كانوا بياكلوا منه، الجلد بتاعه كانوا بيعملوا منه خيم، الصوف بتاعه كانوا بيعملوا منه هدوم وحاجات عشان يلبسوها. اما بقى عظمه، حتى عظمه ما رحموش، كانوا بيخش في الصناعات اللي بيستخدموها عشان يعملوا منها ادوات. يعني من الاخر كده صاحبي ان البايثون ده كان مهم بالنسبه لهم. يعني ممكن كانوا بيمشوا عندهم مثال اللي هو بيقول لا تعطيني سمكه ولكن علمني خير، هو هناك بقى لا تعطيني سمكه واعطيني بايثون. انا مش عايز اصطاد. وفي الوقت ده كان بيتراوح اعداده من 30 مليون فرد ل 60 مليون فرد، حرفيا عدد كبير جدا. وان ساعتها السكان الاصليين ما كانش بيصطادوا منه عمال على بطال، حتى هو عدده كبيره كده، كانوا بيصطادوا منه كل اللي محتاجينه بس، وكانوا بيعتبروه جزء مهم جدا من الثقافه بتاعتهم. لحد دلوقتي الدنيا تمام ومفيش اي مشكله، لحد ما يقوموا الاوروبيين وحطوا ايديهم وبوظوا كل حاجه. كانت تبدا في خمسينيات القرن 19 لما الاوروبيين احتلوا الامريكتين وامريكا اعلنت استقلالها. بس برغم كده كان في لسه سكان اصليين موجود في الامريكتين، كانوا منتشرين بالظبط في وسط وجنوب امريكا. اطلقوا عليهم اسم الهنود السهول عشان كانوا موجودين في حته اسمها وادي السهول. وبالمناسبه عشان يكون عندك معلومه، هم سموهم الهنود مش عشان هم من الهند، هم امريكا لما جم يفتحوا الارض ده هم كانوا بيحسبوا نفسهم لسه بيكملوا من ناحيه الهند، عشان كده سموا السكان دول الهنود الاصليون. المهم ان الاوروبيين بقى حبوا يجمعوا كل السكان الاصليين ويحطوهم في مدينه عشان يعرفوا ان هم ينهبوا البلد كويس، ما يكونش في حد موجود. ولكن لقوا مشكله لما جم عشان يلوموا، وانهم كل ما يجوا يلوموهم يدخلوا معاهم في حرب وبيخسروها وبينتصروا السكان الاصليين. وساعتها امريكا كانت لسه طالعه من حرب ومش جاهزه ان هي تحارب، فساعتها جالهم فكره حلوه قوي. هي مش حلوه بس هي بالنسبه لهم كانت حلوه. وكان وقتها بقى ويليام شيرمان هو كان صاحب الفكره الخبيثه دي، هو كان القائد بتاع الجيش الاوروبي. جه ويليام جمع الاوروبيين قال لهم انا اقول لكم على فكره، مش دلوقتي السكان دول بيعتمدوا على البايثون في كل حاجه؟ قالوا له اه. قال لهم بس احنا هنقتل البايثون وننهي عليه خالص، وساعتها هم مش هيلاقوا مصدر غذاء ولا هيلاقوا اكل، وساعتها هيطلبوا مساعده مننا، لان السكان دول ما كانش لهم علاقات بره ولهم اختلاطات بالدول الاخرى. الله، وانا مالي يا لمبي؟ ومن هنا بقى الاوروبيين دخلوا ناس عشان تصطاد حيوان البايثون. ومش كده وبس، ده كمان جزء من الجيش خلاهم يصطادوا ويقبضوا حيوان البايثون ده خالص. ولما السكان الاصليين اعترضوا والجمعيات الحقوقيه اتدخلت، صدر قرار من الكونجرس الامريكي سنه 1874 بينص على ان صيد البايثون ده حاجه غير قانونيه. لكن ساعتها الرئيس الامريكي ويليس قال لهم اللي عايز يصطاد يصطاد، ولغى القانون ده خالص. لا ده مش كده وبس، ده خلوا كمان اللي عايز يجي من اوروبا من المشاهير واي صياد في العالم عايز يجي عشان يصطاد حيوان البايثون ممكن يجي عادي خالص. لا ومش كده وبس، كمان الجيش الامريكي هيحميه بنفسه. ومع الايام لما كانت بتعدي كان كل يوم حرفيا بيتقتل الالاف من حيوان البايثون. ده كان في كمان سنه 1876 صياد قاتل في شهرين حوالي 5800 حيوان بايثون، يعني بنسبه كل يوم بيموت 100 واحد.
من أبشع الحاجات اللي كانوا بيعملوها حرفيا إنهم كانوا بيضربوا الحيوان ده وبيسيبوه يموت، ياخدوا جلده ويسيبوا لحمه يعفن وما يستفادوش بيه خالص. وكانوا بيوصلوا ساعات كمان إنهم يسمموا لحمه عشان لما يجي حاجة شبه الذئب ياكله فيموت، فيستفيدوا من الذئب وياخدوا الجلد بتاعه. أي مصلحة وخلاص. وإن كمان لو في أي حد من السكان الأصليين حب يجي ياكل منه فهو متسمم فهيموت ولما مصيره بقى خلاص. كانت في صورة متصورة حرفيا لجبل من عظم حيوان البايسون ده وواقف عليه الصيادين في صورة غريبة جدا. في الأول كان السكان الأصليين دول مش فاهمين هم الأوروبيين بيعملوا كده ليه، وليه أصلا ما بقاش يهاجموهم زي الأول. هم خلاص يعني يمنعوا الحرب ولا إيه؟ ما كانش فاهمين أي حاجة، ولكن فهموا بس متأخر شوية لحد ما وصلنا لأواخر الثمانين في القرن ال19. كان حوالي عدد البايسون اللي موجود في العالم كله من 300 ل 100 فرد. انت متخيل الرقم؟ كانوا من 30 ل 60 مليون بقوا 100 فرد او 300 فرد. وبكده تكون الاستراتيجية الزبالة اللي هم عملوها دي في الإبادة نجحت بالفعل، وإن السكان الأصليين ساعتها ما لقوش حل غير إنهم يسلموا لهم نفسهم وإنهم يطلبوا منهم مصدر أكل أصلا، لأن هم ما كانش لاقيين أي حاجة ياكلوها ساعتها. ومن بعدها بقى دخلت الشركات الأوروبية استولت على الأراضي دي وخدوا الأراضي دي عملوا بيها منتجعات وحاجات سياحية وحاجات صناعية واستغلوها وحرفيا نهبوا مواردها خالص. ومن الحاجات بقى اللي تضحك في الموضوع إنهم جابوا الحيوان ده وقال لك إزاي الحيوان ده هينقرض وإن الحيوان ده ثورة وإن الحيوان ده مش عارف إيه، وحطوه في محميات طبيعية عشان يزودوا أعدادهم. ولكن في الاخر الحمد لله مع ستر ربنا لما حطوهم في المحميات، وان كان في كمان ناس اثرياء مربيه الحيوانات دي عندها في المزارع، وصل حوالي عددهم حاليا في الوقت اللي انا بكلمك فيهم ل 500,000 فرد. طبعا 500,000 فرد من عددهم زمان من 30 ل 50 او 60 مليون، فده ولا حاجه، بس هم موجودين ولسه ما انقرضوش. في الاخر بقى اطلقوا منهم شويه في البر عشان يعيشوا ويتعايشوا مع الطبيعه، وبكده تكون اتحلت مشكله حيوان البايسون. اما بقى مشكله السكان الاصليين فلحد دلوقتي احنا ما نعرفش عنهم حاجه. وفي الاخر بقى ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات تحت، هتلاقي تحت برضه موجوده المصادر، وما تنساش اللايك والحاجات اللي بيعملوها دي. معاك محمد سيد، الى اللقاء.